من اكتر الاماكن اللي بتحتفظ بروايح وبتحتفظ ببكتيريا لوحه التقطيع اللي بنقطع عليها لحم وخضار. طب ننضفها ازاي؟ لازم يبقى عندي فرشه خشنه. الفرشه دي بستعملها عشان بتدخل جوه الخطوط الرفيعه اللي بتبقى اتحفرت في لوحه التقطيع. احط عليها كلور وخل شويه صغيرين، وبالفرشه دي اخدها كويس قوي قوي واشطفها كويس جدا 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 واسيبها تنشف براحتها. كده بقت نظيفه ومتعقمه. طيب انا ايديا فيها ريحه بصل، فيها ريحه توم، اتخلص منها ازاي؟ نص ليمونه، اقطع نص ليمونه وامسكها وادعك بيها صوابعي كويس قوي وجلدي كويس قوي وتحت ضوافري كويس قوي. ايه تاني غير الليمون؟ الطماطم، عندي حته طماطمايه برده امسكها ادعك بيها ايديا كويس جدا جدا وتحت ضوافري، لان هي دي اكتر الاماكن اللي بتحتفظ بالريحه. وبفرشه ضوافر وانضف كويس قوي هتخلص من ريحه الضوافر بتاعتي وصوابعي وجلدي اللي مكان الشغل في المطبخ. طيب من الروائح التانيه اللي بتعمل لنا ازعاج في المطبخ ريحه البلاعات. انا عايزه الفت النظر ان الريحه اللي بتطلع من البلاعه عاده بتبقى في بلاعه في نص المطبخ معموله، لان لو النظام الجديد اللي هو ما فيش بلاعات في المطبخ وصرف الاحواض موجود على الصرف العمومي خارج الحيط على طول ما بتقابلناش المشكله دي، لان اي حاجه بتنزل في الحوض على طول بتتصرف على الصرف العمومي بره البيت، ما بتتحبسش، ما بتنزلش على بلاعه المطبخ وتطلع منها الروايح عندنا. لكن نقدر لو انا عندي غصب عني خلاص نظام البيت معمول فيه بلاعه، هعمل ايه؟ لازم ندلق في الحوض باستمرار ميه سخنه وخل وبيكربونات الصودا، من اكتر الحاجات اللي بتنظف وتقضي على الروايح في المطبخ.